اهلا بيك ست غاليه. اهلا بيك يا استاذ انت محمود. منورانا. الله يخليك، ميرسي جدا وشكرا ليك. والنهارده انا بتشرف بيك وبجمهورك انا الجميل. خرجت استقبل الست غاليه بره، قالت لي انا عايزه ازغرط، قلت لها طب يعني او النبي في نفسي الحلقه، ازغرط، في اخر ينفع؟ الحلقه، في اخر الحلقه، في اخر الحلقه طبعا. طيب. امال ايه؟ هو احنا نقدر نعيش من غير الزغروطه؟ دي الفرحه. احنا الناس ولاد البلد، الناس اللي على الله اللي زي كده، بيعبروا عن اللي جواهم بالزغروطه، بالفرحه. احلى حاجه الزغروطه دي. انا احكي مبسوطه لي ان انا بقى، معاك. احكي لي بقى، انت ايه حكايتك بقى؟ انا حكيت في المقدمه من شويه انه لفت نظري لحضرتك، عشان انا مش متابع تلفزيوني كويس. الدكتور الكبير المؤلف والاديب الكبير دكتور محمد المخزنجي كان معجب بيكي جدا وكتب عنك كمان. الحقيقه الدكتور المخزنجي كتب، وكتاب كتير جدا كتبوا في البرنامج. بس طبعا هو البرنامج اولا هو كان فكره الاستاذ محمد جوهر. يا سلام استاذ جوهر. اه اذا كان شايفنا قبولات كبيره، استاذ اعلامي وبوسه مني انا قدير كمان. وعمل حاجات عظيمه جدا جدا، وانا من الناس الحزينه جدا على ان الاستاذ جوهر مش في مصر وعايش في كندا، واتمنى انه يعود قريبا ان شاء ان الله. شاء الله. ان شاء الله. هو اللي الحقيقه منتج البرنامج ومعده، والفكره كانت بتاعته. فهو اول لما قال لي، انا اساسا كنت عامله مشروع طبخ وبعمل اكل بيتي بقى. لا ارجعي بقى، ارجعي شويه ورا. ورا أوي. ما هو ده الورا. اول لا ما ورا بدات قوي، ورا قوي شويه. امي مثلا وكله ورا ورا. آه. لا بص، انت امي كان دي عندك 8 اخوات؟ اه كنت 8 اخوات. احنا كنا 8. والدك كان بيشتغل ايه؟ والدي كان راجل على الله خالص، بسيط، كان موظف في شركه بواخر. كويس. ومات صغنن كده، شاب في لا حادثه حول بعد الله. امي ما قرتنا 8. بعد ما عملتوا 8 تمام. يا الراجل هو اتكل على الله. ماشي. امي بقى شالت المسؤوليه، اشتغلت وربت وكبرت. اشتغلت فين بقى؟ عملنا، احنا كان لينا بيت، عملت محل بقاله كده حلو. حلو قوي. ايام ما كان بقى البقاله دي ليها شنه ورنه. طبعا. كانت بالتعريفه والنكله كده. طبعا. عملت حته بقى جبنه وحته حلاوه بالظبط كده. عملت بقى محل بقاله حلو كده. طبعا انت كنت بتسرقي الحلاوه وانت صغيره، انا شكلك سرقت كده. حلاوه وسرقت طبعا. كل حاجه. طبعا. وربتنا، يعني اعتمدت على الله كده وربتنا. كويس. اتربينا والحمد لله، وطلعت غرزت فينا ان احنا نقول الحمد لله. طبعا اجمل حاجه. احنا ناس شعبيين، وانا ما زلت قاعده في ساكنين مكان فين بقى يا غالي؟ احنا في الوراق، وما زلت انا قاعده في سيدي. الوراق لحد دلوقتي. الورايه اللي هي بتاعت امبابه. الله، دي اللي عمل فيها رأفت الميل فيلم. أيوة. يا سلام. للحب قصه اخيره. استدعوا هذا الفيلم شيء بديع. الله يرحمه رأفت الميل ومعالي الله يرحمه. فما زلت انا كمان لسه قاعده في الوراق، ما روحتش اي مكان. لاني بص، الاحياء الشعبيه يمكن انت اكتر واحد يا استاذ محمود اتكلمت عن الناس البسيطه، الدفى. مش كل حاجه اما ربنا يكرمك وتقوم الدنيا تعوم معاك كده وتبقى مقرش تسيب الدنيا وتمشي. مقرش يعني. جديده. الحته دي جديده. ايه مقرش دي؟ يعني ربنا يرزقك بشويه فلوس كده فتقوم مقرش. مقرش جايه هي مصدرها القرش. ايوه. فتقوم تسيب الدنيا وتمشي. الواحد ما قدرش يعمل كده. ما ينفعش. ليه بقى؟ لان احنا امي ربتنا. امي دي ست عظيمه جدا، يعني شوف بقى لما كسرت صباها وربتنا، وبعدين احنا ماشيين بدعواتها اصلا. ربنا يديها الصحه وطولة العمر. يا رب يا رب يا رب يديها يا الصحه رب. وطولة العمر. ماشيين بدعواتها، فغرزت فينا الالفه، الحب. مش خدت بالك؟ كسرت صباها. يا سلام. كسرت صباها طبعا علينا. زي امي الله يرحمها. كسرت صباها ما فيش صبا خلاص. 8 عيال. كانت دايما لما تقعد تكلمنا، ويعني اما جيت انا اتجوز قالت لي كلمه يا استاذ محمود عمري ما اقدر انساها. قالت لي يا بنتي، الست، الراجل لما يكون طيب وكويس يتقال عليه ايه؟ الراجل شجره ضلها كاسي، يضلل عليكي من الزمن القاسي. ما كنتش افهم، اقول لها يعني ايه يما الموضوع ده؟ تقول لي يعني الراجل زي الشجره، لما الزمن يقسى عليكي زي الشجره ما تضلل عليكي من المطر والشمس، هو يضلل عليكي من الزمن القاسي. فيا ريت كل ده البنات بتاع دلوقتي تبقى عارفاه. قال البنات النهارده ما عندهاش صبر، فعشان كده بتحصل حالات طلاق كتير. معلش الدنيا بتتغير. كويس يا غاليه، كملي. فعشنا بقى حياه. جوزتي بقى جوزك ازاي بس؟ جوزي ابن عمي. يعني في حب من الصبا. احنا وغير كنتوا كده بتسرقوا الحلاوه سوا. تمام. الدكان هو جوزي ابن عمي، وبعدين احنا عشان صعايده كان يقول لك ايه، ابن عمك اولى بيكي. صحيح.
كان يقول يا بنتي ابن عمك اولى بيكي، يا مظبوط. ولدي بنت عمك اولى بيك. فاتجوزنا. انتوا منين في الصعيد يا غالي؟ احنا من الغنايم. سيدي سيدي. اه. الصعايده المقصرين. الله يخليك. فقعدت بقى اتجوزته. هو راجل طيب وكويس، صحيح هو بيشتغل إيه راجل بقى؟ على قده، هو سواق ميكروباص. من ساعه ما اتجوزتيه هو سواق ميكروباص؟ زي الفل. تمام. راجل بص بقى، وياخدني ويوديني المدينه ويجيبني ونروح لا ونيجي. ده بقى دي مرحله ثانيه، خلينا ماشيين واحده واحده. هو سواق ميكروباص وراجل طيب كده وابن حلال، وانا بحبه جدا وانت وبحترمه. بتلقطي رزق باي شكل؟ بتشتغلي في اماكن كتير؟ بشيل حفلات وبروح اطبخ لعائلات وبعمل اكل في البيت للي عاوز يجي ياخد. كفاح، مش عيب لا ابدا ابدا خالص. أبداً. بساعده. وبالعكس الست اللي تساعد جوزها وتحط في دماغها ان هي تساعده بتيجي لقدام من غير ما تخطط. اشرحي لي العباره يا غاليه. يعني انا لما فكرت ان انا اساعد جوزي عشان اكبر ولادي واعلمهم واخليهم في مستوى كويس، جيت قدام من غير ما اخطط ان انا ابقى قدام، يعني ان انا اتقدم. تقفي. تقفي على حالك. صلبت طولي كده. بس كانت المساله عزيمه، جهد انك تبقي موجوده. بالظبط. وبعدين الحياه مشيت. الحياه مشيت زي ما هي مشيت. خلفتي بقى اولاد قد ايه؟ معايا بنتين وولد. معايا يخليهم. نورهان سياحه وفنادق، ومعايا منى ربنا يكرمها ان شاء الله كده وتخلص اعداديه، ومعايا ياسين بقى قطقوط صغير كده جه على كبر شويه. الصغير ده كويس كويس. الحمد لله. ايه بقى انت بتطبخي في البيوت وبتاع وحاجات زي كده؟ بطبخ لكل العائلات، واي حد يطلبني بروح اطبخ له واعمل له حفله واعمل له عزومه، واي حد عاوز اكل بيتي بعمل له كل حاجه. كويس. وبعدين بقى احكي لي بقى. جيت بقى وانا ماشيه في الطريق ده اتعرفت بقى على الاستاذ الكبير حبيبي الاستاذ محمد جوهر. صاحب. بتطبخ عنده؟ بطبخ ليه ولاخواته والاهله ولكل العائلات الكبيره. لما يبقى في اي عزومات. فجاء قال لي يا غاليه، كان ساعتها قامت الثوره وجي فتح هو قناه 25 مش الثانيه، مش الاخوان، وقال لي ايه رايك نعمل برنامج طبخ شعبي؟ قلت له ايه ازاي يعني؟ قال لي هتطلعي في التلفزيون وتطبخي الاكل بتاع امك وستك والطبيخ العادي. ما عنديش فكره عن التلفزيون غير بتتفرجي على ولا فتح اي حمامة حاجه وسعاد حسني ما عنديش فكره غير ان انا افتح التلفزيون واتفرج وخلاص. بس. طيب ماشي يلا. الكلام ده كان قبل رمضان بيومين كده اهو على طول. قال لي تعرفي احنا هنطلعك لايف. قلت له يعني ايه لايف؟ قال لي هوا. قلت له يعني هطير في الهوا؟ حلوه غاليه. قال لي لا، في حاجه اسمها هوا يعني مباشر، الناس تكلمك في التليفون وكده. قلت له ماشي. ما انت مش عارفه حاجه، مش لا عارفه هوا حاجه ولا اي حاجه. تمام. زي الفل. دخلني بقى كده الاستوديو، بصيت على الكاميرات وكده. قال لي دي كاميرا هتبصي لها وانت بتطبخي وانت بتتكلمي، هتخافي منها لان مذيعين كتير كبار بيخافوا من الكاميرا. اخوك. مسكتها كده قلت له دي حته حديده. ايه يعني؟ اخاف من حته حديده؟ خليها على الله. هوب طلعنا بالبرنامج، ضربنا كرسي في القلوب. في رمضان؟ في رمضان. الناس بقت هتتجنن. الديكور شعبي. انت بقى دخلتي تطبخي عادي عادي كأني ولا ببيتنا. اي حاجه؟ ولا كنت ببص الكاميرات ولا لاي حاجه. يكلموني في الايربيس كنترول، معاكي فلان، ابص كده الكاميرا منوره، اهلا يا حاجه ازيك صباح الفل نهارك قشطه. الدنيا مشيت عسل عسل. ولا في دماغي ولا خوف ولا رهبه ولا اي حاجه. تمام. بس والحياه مشيت وربنا كرمنا. طب قولي لي بقى، اول يوم قالوا لك انت هتروحي تصوري النهارده، لبستي ايه بقى؟ لبست هدومي العاديه. العاديه خالص. ما فكرتيش تلبسي حاجه كده، ولا حركات أي حاجة كده؟ هي لبست. حتى في صوره ليا في CNN بنفس العبايه اللي طلعت بيها والرابطه بتاعتي دي. وقفت قلت لهم بقول لكم ايه، سيبكوا بقى لا تلفزيون انا هقف اطبخ. استاذ محمد جوهر قال لي عيشي بطبيعتك واعملي اللي طبختي ايه اول يوم بقى غاية؟ اول يوم عملت فته على مواسير. يا سيدي يا سيدي. مش مكلفه خالص. شويه مواسير يروح اي حد يجيبهم من عند وقتها بقى كانت الدنيا مش غاليه زي دلوقتي. بس بقى يعني المواسير كانت ممكن الماسوره الجزار يشحتها لك على نص كيلو لحمه ولا حاجه او تشتريها من المذبح بتبقى من اي رخيصه. حته. ورحت عامله فته على مواسير. اول يوم طلعت في التلفزيون اني صوتك من الكلام. لا ما تفوتنيش يا غالي. اول ما طلع البرنامج والناس شافت الديكور البلدي ده والست اللي طالعه دي، قالوا يا اختي ايه الجنان ده؟ وفي حد كده؟ الناس اتعودت على الطراطير، مع احترامي بقى لكل الشيفات الكبار اساتذتي،
على الطراطير والكلام المعوج والجاكيتات البيضاء والجاكيتات الحلوه واللي فيها البيضاء صفار وفيها حمار والكلام بقى اللي ما تعرفش المقادير دي من الاجزخانه ولا من السوبر ماركت ولا بتتشرب ولا بتتاكل ولا ايه. ناس استغربت. يا دوبك خلصنا رمضان. انت ما كنتيش بتقولي مقادير بقى؟ ولا مقادير ولا حاجه. حطي زيت على عبيد على ده على ده، انزلي السوق يا اختي انت وهي، اضربي ايدك في المشنه، طلعي لك قرنين فلفل حلوين، اعملي كذا سوي كذا وخلصنا. مشي امورك زي ما انت بتعملي وانت بتنزلي زي ما بعمل الخضار. في البيت. الدنيا مشيت ولقيت لك الناس ايه، خلصنا شهر رمضان، لقيت لك الصحافه العالميه نزلت على دماغ اختك غاليه ما تعرفش منين. قولك البيت، جوني البيت والاستوديو. والاستوديو، وبقيت اروح حتت ما اعرفهاش اصور فيها. يا جدعان هو في ايه؟ ويجيبوا لي مترجمين. طبعا ما دي تلفزيون كلها حاجات الياباني وده اجنبيه. وده وده. قلت يا خبر ابيض، هو ايه اللي بيحصل؟ جوزك ايه بقى فين؟ جوزي الحقيقه كان مساندني. ما تخضش من الحكايه دي. لا ما تخضش، قال لي انت جامده. واهل الحته عندك في الوراق بقى لما تطلعي في التلفزيون وبتاع، دي حكايه جامده قوي. جامده بس انا اعتقد زي ما الوراق كلها ما فيش حد بيطلع في التلفزيون غيرك انت. مش كده؟ انت دب رجلك في الوراق، واللي عاوز اروح عند غالي الف من خلاص يجيبك. طبعا. طبعا. بس الناس زي ما انا، لان انا بحب الناس والحمد لله الناس بتحبني. واللي كل اللي حصل لي ده حتى لو كان صدفه بس من كرم ربنا. طبعا. وانا زي ما انا اضرب الشبشب الزنوبه والعبايه واطلع على السوق واجيب الكرنب واطبخ واقعد مع الناس وحبايبي والدنيا فل. يقول لي يا غاليه مش تسيبي الوراق وتروحي تعيشي في حته تانية. قلت له ما اسيب الدفا. انت بقيتي مقرشه بقى ولا اسمه قلتي ايه؟ مقرش. بقيتي مقرش. امال عملتي ايه في القرش دوت المقرش ده؟ العيال بقى استاذ محمود لسه قدامهم علام وقدامهم يكبروا ويتجوزوا. يعني لما ربنا يرزقنا بحاجه برضو نبص لعيالنا. بص بقى غاليه شاطره بقى، هي بقى ايه، جالها قرشين ما صرفتهمش لا ولا ايه؟ لا ما صرفتهمش. واعي. انا لسه بركب مواصلات، ما عنديش عربيه، بروح اي حته بالعربيه. وجوزك لسه على الميكروباص. وجوزي بيشتغل على الميكروباص، خدت وراق رمسيس زي ما هو. وعايشه في بيتي زي ما انا، واخواتي زي ما انا، وجيراني زي ما انا، وكل حاجه في حياتي زي ما انا. وكل ده انا عاجبني وحباه. طب انا اسالك سؤال شويه يعني ممكن يبقى دمه تقيل، بس انت لما بداتي تشتغلي مع الاستاذ جوهر كان ليكي اجر؟ طبعا. بعد ما جات لك الصحافه العالميه والحكايه بقت مقرش قوي، اجرك زاد؟ اجري زاد طبعا. انت طلبتي ولا هم زودوا لك؟ لا كنت كل ما بتنقل في مكان عمري ما طلبت من محطه تزودني ولا من اي حد اشتغلت معاه. كنت كل ما بتنقل في محطه هم بيحطوا لي اجر. توافقي عليه؟ قشطه. فضل وعدل يلا. قشطه. حلو الحمد لله. احنا اكتر ناس نقول الحمد لله. والنبي الناس الغلابه دي لما كانت بتقول الحمد لله الدنيا ما هي ماشيه. صحيح. على اقل حاجه بنقول الحمد لله. اللي معهوش يقول الحمد لله. والناس الطيبين الشعبيين دول حتى لو ما معهمش وواحد اعترض كده وزهق من العيشه يعني ودقت بيه، يقوم يجي له واحد تاني يقول له يا عم احمد ربنا ده احنا احسن من غيرنا، ما تبص حواليك. صحيح. الناس بتساعد بعض. الناس بتساعد بعض، عشان كده ما احبش اسيب الاحياء الشعبيه ابدا. مش تمشي من هناك. لا. ونس ودفى وحب يا استاذ محمود. ما هروح اعيش في عماره فيها 40 50 شقه، الناس ما تعرفنيش ولا انا اعرفهم. ده انا لو قعدت يومين ما اطلعش البلكونه الجيران كلها تجيني وتسال عليا. قالت لك ما فيش حاجه اسمها نفس. صح ما فيش. امال كل ست بتطبخ كويس تتمزج تقول اصل نفسي حلو. لا نفس ايه، ما كلنا فينا نفس، وحد عايش من غير نفس؟ لا كلنا فينا نفس. امال ايه الحكايه دي؟ الحكايه بقى حكايه القلب الطيب. لو قلبك طيب هيطبع على كل حاجه بتعملها تطلع حلو. تطلع حلو. جرب كده، يكون عندك حد بتحبه وجاي عندك ضيف ودخلت تعمل له فنجان قهوه كده بنفس، هيطلع احلى فنجان قهوه حتى لو من غير وش. يعني القلب الطيب مع الحب العمل الحكايه. يعني بيعمل حكايه بمزاج. بالظبط. كل ما تحب الحاجه تطلع منك حلوه. القلب الطيب بينضح على البني ادم على وشه، يبقى وشه حلو لو قلبه طيب، اكله حلو لو قلبه طيب، صحته حلوه لو قلبه طيب، ما بيبقاش يشيل. فهو ما فيش حاجه اسمها نفس. الغل مش موجود. الغل ده زي ما الحاجه القلب الطيب بينضح على الحاجه تطلع حلوه، الغل بينضح على الحاجه اللي في ايدك تطلع وحشه. الست لما تخش المطبخ. انت بتقولي حكمه رائعه لانه دي فيها حاجات كتير بتتقال عند المفكرين نفس المعنى اللي انت بتقوليه ده.
الست لو دخلت المطبخ تخبط وترزع وملهاش نفس تعمل لجوزها غدا، النبي لو عملت له ديك رومي هيطلع ماسخ وملوش طعم. ولو هي بتحبه ومستنيه لقاه، لو عملت له شويه بصاره هيطلعوا من ايدها عسل مكرر. صحيح، والله صحيح. انا كنت متصور انك هتقولي حاجه تانية، بس انت قلتي حاجه فيها المعنى، بس انت يعني ده كلام تمام تمام. مش حكايه نفس، لا. قلبك الطيب بينضح عليه. يعني انت لما بتقفي في الاستوديو تطبخي بتطبخي بمزاج. بمزاج وحب. عشان كده الناس حبتني وانا حبيتها. الناس حبوا غاليه عشان غاليه بسيطه. انا ما زي اي ست عاديه. حتى يوم ما جينا نعمل الديكور بتاع المطبخ، عملنا ديكور زي بتاع كل الناس البسيطه. ما جيناش على نفسيتهم. لان 90% من الشعب المصري مطبخه بسيط. ويوم ما يتمعظم يعني تبقى الست عندها كبه وبسيطه. لكن اللي احنا بنشوفه ده بيتعب نفسيتنا. اللي هو ايه؟ المطابخ الفخمه قوي دي اللي مليانه حاجات بتشتغل بالكهرباء، زي اللهم احفظنا ما يكون ايه مسلط عفريت على في المطبخ. فيها عفاريت. فيها عفاريت. فين ده؟ اجهزه فين ده كله؟ تلاقي نفسك انت قاعده بتتفرجي كده، ما يبقاش ليكي نفس تقومي حتى تجربي طبخه. طبخه واحده هتجيبي لها منين الاجهزه دي كلها؟ وهتجيبي لها منين اللحمه دي كلها؟ واللحمه دي كلها والبط والوز واللازم منه. ولو كده بقى يا استاذ محمود، لو عندك عيل صغير وقاعد بيتفرج على برنامج فيه فخده ولا ديك رومي ولا الكلام ده كله، وقال لامه مثلا عاوز من ده، يا لهو على كسر الخاطر بتاع العيل. لكن لما نعمل حاجه بسيطه تقدري تنفذيها لعيلك، هتبسطي نفسك وتبسطي العيل اللي معاكي، ما تكسريش بخاطره. لازم نراعي نفسيه الناس، وده اللي الاستاذ محمد جوهر صمم عليه لما جينا نعمل البرنامج، ان احنا نراعي نفسيه الناس الغلابه. عشان كده اختارني، قال لي انت غلبانه وهتحسي بالغلابه. محدش يعرف يعمل البرنامج ده غير حد يكون غلبان وشاف المر وداقه، وشاف الحرمان وداقه، وكل اللحمه مره في الشهر طيب وداقها. ده كلام رائع، بس انت بتطبخي بصاره وبتطبخي كل حاجه. هي وعدتني بورق عنب بكوارع. الكوارع. وهي هيحتفي بوعدها ان شاء الله. انا قلنا وحيد هيروح الوراق يقول الوراق سابقا غاليه حاليا ويجيب حله الورق. لان انا شايفاك خاسس حبتين. لا انا خاسس بمزاجي الحمد لله، ما فيش شعايه ولا حاجه. ربنا يديك الصحه وطول العمر. الله اكبر عليك. ربنا يكرمك يا غاليه، ربنا يخليك. الله اكبر. طيب قولي لي بقى، انت اضفتي ايه للمطبخ المصري البسيط؟ ايه اللي انت الاكل ده كله احنا عارفينه. فانت اضفتي للناس ايه خلوهم يحبوكي ويشوفوكي؟ اضفنا حاجه مهمه جدا، ان في الست تقف قدام حاجه، ما يبقاش مثلا جوزها على الله وسايب لها 10 جنيه وما تعرفش تاكل عيالها. اضفتي التدبر والتصرف. قومي ان شاء الله تطبخي خضار من غير لحمه ولا اي حاجه، شويه خضار. لو الكوسه حتى غاليه وهتجيبيها ب5 جنيه، على كيلو قوطه ب2 جنيه، على نص كيلو بصل، طبختي حله خضار وجنبها شويه رز، اتغديتي واكلتي عيالك اكله تمام. ما تقفيش. ما تبقيش قلة الحيله. كويس. باقل حاجه امشي وهتاكلي وتشربي وتبقى احسن. بتحاولي وانت في البيت تفكري انك تعملي اكله جديده؟ يعني طبعا. مش اكله جديده، يعني تركيبه جديده بحيث تدي حاجه طعم مختلف وطبعا تبقى عملت موفره. ده. طبعا عملت ده. ايه بقى؟ انا لما اشتغلت وطلعت في التلفزيون، وده يعني ما كانش طموحي، هي الصدفه اللي لعبت دورها. طبعا حاجه ما جتش في بالك خالص. فطبعا اشتغلت برضو على نفسي. مش معنى ان انا بعمل حاجات بسيطه ان انا ما اتعلمش، لا، اتعلمت وبحاول وبتعلم من جمهوري. حتى في الجمهور اللي كان بيشوفني علمني حاجات كتير كويسه. علمني ازاي اتكلم، وازاي اقول الكلمه الحلوه، وازاي اتعامل مع الناس، وازاي ارد رد دبلوماسي. جمهوري اللي علمني، مش انا اللي علمته. وانت كان قبل حكايه الطبخ دي عندك طموح شخصي نفسك فيه؟ كان عندي طموح ان انا لما اتجوز واخلف اربي عيالي تربيه واعلمهم احسن مني. مهم. انا دبلوم تجاره. انت دبلوم تجاره. فكان املي ان انا لما اخلف يبقى عندي عيال اطلعهم حاجه حلوه كده. زي كل ام مصريه. زي كل واحده مصريه. واحسن من نفسي، ما اقفش. فهو جمهوري اللي علمني كل حاجه حلوه. فانا بحاول ان انا برضو زي هو ما بيعلمني، انا مش هعلمه لا سمح الله، لا، اضيف له حاجه. فبشتغل على نفسي
وبتعلم تعملي وأعمل ايه بقى يا غالي؟ اعمل حاجات جديده وحاجات تكون موفره. ممكن اعمل مثلا حته عجينه كده اطلع منها كذا حاجه. ممكن اعمل اكله مش شرط ان يكون فيها لحمه، اضيف لها شويه توابل وشويه بهارات واحطها في حته طاجن كده تاخد شمخه الفرن. حبيبي هي ليها مصطلحات عجيبه بس عسل. تاخد شمخة الفرن، يعني تحس ان انت يعني داخل معركة كبيرة. تاخد كده شمخة الفرن كأنك حاطط فيها لحمة ضاني. تاخد تطلع ريحة. تطلع كده ريحة توهم الجيران كلهم. بالظبط. فأنا برضو بشتغل على نفسي عشان أضيف لكل الناس اللي حبوني حاجة جديدة. ما أقفش على اللي كل الناس عارفاه. ده لازم. وإلا ما استاهلش إن الناس تحبني. وانتي بتفكري في ايه اللي حصل لك ده؟ انت حصل لك حاجه صعبه جدا. يعني تتعب اي حد، مش تتعب يعني تعمل له وتشقلبه. مع حد غير غاليه تشقلبه وتشقلب كيانه كمان. مش كده؟ طيب ليه ما شقلبتش كيان غاليه بقى؟ خالص، لان انا ما برتبش انا بكره هعمل ايه. سايباها على اللي فوق، على المولى. اللي ربنا عاوزه هو اللي هيكون. انا ما كانش في دماغي اطلع في تلفزيون ولا الكلام ده كله. وربنا جعل لي شخص حطني على اول الطريق وقال لي سيري. الله على كلامك، الله عليكي. سرت. لو انا حاطه في دماغي اطلع في التلفزيون واعمل برنامج طبخ ممكن احفى ولا حد يقول لي انت منين. صحيح. ربنا اللي رايد. انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. صحيح. انا بنام كده اقول له يا رب عليك توكالي، اللي انت عاوزه اعمله. طب دلوقتي انت كنت قبل ما تطلعي في التلفزيون ممكن مثلا حد يقول لك اتفضلي عندنا استغاليه اعمل لنا عزومه. لسه بتعملي ده؟ والله قبل البرنامج كنت بعمل ده. لكن لما اشتغلت في البرنامج خد وقتي، لان انا بعمل في البرنامج كل حاجه من اول السوق. ما عنديش في البرنامج قولة مشتريات ولا حد يروح يشتري ولا حد يعمل الكلام ده. انا اللي اروح اشتري كل حاجه على عجب عيني. حبيبي على عجب عيني كده. اجيب كده الكوسه كده زي صوابع البنات والبتنجان المقطقط، واجيب الحاجات كده ايه يعني على عجب عيني. انقيها على عجب عيني وتروحي بيها الاستوديو. واروح بقى بيها الاستوديو وانضفها واوضبها طبعا بيبعتوا لك عربيه البيت. بروح انا وجوزي بالعربيه الميكروباص برضو. بتروحوا بالعربيه اللي هو بيشتغل عليه السواق. ما جبتلوش ميكروباص؟ هو ما جابش ميكروباص؟ لا والنبي معاه عربيه من 83 ومش عايز، ما قالكيش نجيب ميكروباص ولا قال لي نجيب جديد ولا اي حاجه. اسمه ايه جوزك ده؟ اسمه احمد. انت رجل جميل يا عم احمد. ووالدتك اسمها ام احمد برضو؟ اخويا الكبير اسمه. والست الوالده دي بنحييكي. والنبي يما. والله بنحييك يا ست ام احمد، يعني ربنا حاجه حلوه يديها الصحه. ما قالكيش عايز حاجه خالص. هو شجره. ان شاء الله. وبتضلل. لا شجره ضلها كاسي. ما هو بتضلل عليا من الزمن القاسي. طبعا. وتاخدي احمد وتيجوا الاستوديو. ونروح الاستوديو بقى نوضب كل حاجه واحمد معاكي. واعمل كل حاجه ونطلع الهوا واخلص واتكل على الله اروح واصبح تاني يوم نفس النظام. اروح السوبر ماركت واروح كل حاجه اجيبها على عجب عيني. احب انقي كل حاجه كده على عجب عيني مقطقطه وحلوه كده وخايله. كلماتها جميله قوي 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 قوي. انت بتقولي بتنامي وما بتفكريش في بكره. بتاع ربنا بكره بس ده. طبيعه شغلك تستدعي انك انت ممكن تبقي عايزه مثلا تطوري البرنامج بتاعك. ممكن تكوني في محطه عايزه تروحي محطه مثلا يعني اكبر او اصغر. اي حاجه. ده بيشغلك شويه؟ بيشغلني في الاول. افضل افكر انا ممكن اضيف ايه جديد. لكن ما غيرش غاليه. اضيف جديد بس ما غيرش غاليه. وايه اللي بيغير الناس غاليه؟ اللي بيغير الناس النفوس الوحشه. ويوم البني ادم ما يفتكر ان هو احسن شيء لازم يقع. مين اللي علمك كده؟ الدنيا. ازاي عرفتي تقولي ان الواحد لما يحس ان هو اجمل، ان هو العبقري، ان هو الجن اللي حبس الجن في الازازه يبقى وقع؟ بالظبط. الغرور وحش. والغرور اول البني ادم ما يتغر بيغر نفسه بس ما بيبقاش عارف. ما بيبقاش عارف ان هو اول ما بيغر نفسه. الدنيا زايله. هتعيش قد ايه؟ 100 سنه برضه هتموت. هتعيش كام؟ 50 سنه برضه هتموت. طب وانت في الحي الجميل الورق دوت، طبعا الناس برضه ايه، انت عارفه في 900,000 اغنيه اتغنت عن العزول والحسود والحاجات. غاليه بقت في حته تانية. هي مقيمه في الوراق ايوه، بس بقت بيجي لها محطات تلفزيون وبيجي لها بتاع شخشخ شويه صدور عندك ولا ايه؟
بص مش كل الناس اللي نفسه وحشه بيبان. بس الحمد لله ولله الحمد كل جيراني حلوين، وكل الناس اللي بتعامل معاها طيبين، وانا بحبهم ما بقدمش الوحش. فيقوم ربنا لو حد هيعمل فيا وحش يقوم ربنا اللي يقف قصاده ويكسمحه. بتدفعي بالتي هي احسن. بس الحب، الحب يا استاذ محمود، لما تحب الناس الدنيا من غير ناس ما تنداس. صحيح. بقى عندك حساب في البنك يا ده غالية؟ طبعا ما انكرش يا خير حبيبي ربنا. غالية دخلت البنك. ما انكرش خير ربنا. اول مرة دخلت البنك تحطي فلوس عملتي ايه؟ اول مره دخلت البنك فتحت دفتر كان ب1000 جنيه. قعدت مش بعد ما مصدقه. اشتغلت في التلفزيون. مش مصدقه نفسي. شفت فرحه العبيط بلبس جديد. انا كنت زي فرحه العبيط كده، معايا 1000 جنيه. لا ودخلت البنك. ودخلت البنك بقى وخدتي وشفت ورق الناس وكده. والكلام ده، حاجه جامده قوي. كنت فرحانه فرحه ما اقولكش. واما ربنا رزق حمدته وشكرته وقلت الحمد لله، ورضا علي يجيبه. ربنا هيديكي حاجات كتير حلوه زي كده يا غالية. الله يخليك يا استاذ محمود. وربنا هينصرك دايما طول ما عندك انت قلبك الطيب ده. الحمد لله وانا ولله يعني الحمد. سعيد جدا بانك شرفتيني. انا اللي مبسوطه جدا. اتمنى ان يبقى يعني بينا لقاءات كثيره جدا، لان انت نموذج للانسان المصري مش بس للست المصريه. ميرسي جدا. الانسان شكراً. المحب، الانسان الصادق، الانسان الجدع. انا اللي بشكرك، وبشكر كل الاعداد وكل فريق العمل وكل الناس، وبشكر بس قوي احنا قوي. لينا عندك حاجه ايه؟ قبل ما تمشي. قول، امرني. هي معاكوا ايه؟ تصبحوا على خير. فين الزغروطه؟ للاستاذ محمود سعد.